كنت فاكرة إني هنجح، بس ساعات الحلم لوحده مش كفاية. كوزو كانت قاعدة لوحدها، عينيها وارمة شوية وإيدها مربوطة وبتفكر في اللي حصل. كوزو سلحفاة مختلفة، ما كانتش مرتاحة في عيشتها ولا حتى بتحب تبقى مع إخواتها، كلهم ماشيين مع بعض إلا هي دايماً لوحدها. كانت بتبص للسما وتشوف الطيور وهي بتطير وتفتح إيديها وتحاول تقلدهم. كانت فاكرة إن الطيران مجرد رغبة قوية، ولما إخواتها كانوا يروحوا المدرسة كوزو كانت تلف وشها. ما كانتش بتحب تروح وما كانتش بتحب تتعلم، ما كانتش عارفة إن العلم هو اللي بيعرفنا إزاي نحقق أحلامنا. فضلت تحلم من غير ما تسأل ولا تفهم ولا تتعلم، وكان عندها يقين غريب إنها تقدر تطير زي الطيور بالظبط. وفي يوم قابلت نسر كبير، حكت له عن حلمها وعن نفسها وعن الطيران اللي جواها. النسر سمعها بهدوء وفهمها إنها صعب تطير، الطيران محتاج حاجات معينة وإنتي ما عندكيش الحاجات دي. للأسف ما سمعتوش ومرضيتش تسمع كلامه، وبقلب طيب وافق يساعدها. شالها وطار بيها قريب من الأرض من غير خطورة. كوزو فرحت، قلبها دق بسرعة وقالت لنفسها أهو أنا بطير. ونسيت حاجة مهمة، إن الطيور عندها أجنحة. ومن غير تفكير زقت رجل النسر وقالت سيبني أنا هطير لوحدي. لكن الحقيقة كانت غير كده. كوزو وقعت وقعة بسيطة من مسافة قريبة، بس كفاية تفوقها. اتعورت شوية واتوجعت أكتر من جوه. كوزو رجعت قعدت تحت الشجرة بتفكر وبتتعلم. عرفت إنها غلطت، مش عشان حلمت لكن عشان استعجلت وما تعلمتش. بس كوزو ما تخلتش عن حلمها، هي بس قررت تدور على الطريق الصح. ولو عايزين تعرفوا إزاي كوزو حققت حلمها من غير ما تأذي نفسها، استنوا الجزء الثاني. أصحابي، ما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب عشان يوصلكم كل جديد.